اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وفنجان قهوه. زي ما عودنا حضراتكم القيم الجميله المحترمه في مجتمعنا هم اللي بيكونوا دايما ضيوفنا على فنجان قهوه. النهارده انا معايا قيمه محترمه من هذه القيم هنعرفها مباشره بعد الفاصل. الكاتب الروائي الدكتور حازم الشاذلي حصل على بكالوريوس طب قسم جراحة مسالك بولية، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه، ثم حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس قسم التاريخ، ودبلوم الدراما والنقد المسرحي أيضا من آداب عين شمس، وبدأ كتابة الروايات منذ الصغر إلى أن أصبح عضو اتحاد كتاب مصر، وصدرت له عشرات الروايات منها البحث عن أحياء ودقائق، بعد الثالثة وعودة من هناك والفاتح ومفترق الطرق وذكريات في الشلالات وحكايات آخر العمر. أهلا بيك يا دكتور يا روائي. أهلا وسهلا يا فندم. بين الطب والمسالك البولية بين الطب والمسالك البولية والكتابة والأدب، كلمني عن الرحلة دي. كلمني عن الحالة دي يا دكتور. الحقيقة أنا حضرتك طبعا السؤال ده أنا اتسألته كتير، ولكن هنوجزه يعني إن هو الموهبة أو الرغبة نفسها، الهواية موجودة منذ الصغر. لكن كان أنا من وعي وأنا صغير إن لابد إن يكون في فرق ما بين المهنة وبين الهواية. فأنا حبيت إن أنا أكون طبيب، فعلا بقيت طبيب، ولما توفر لي الوقت رجعت بقى للهواية الأصلية، وابتديت ان انا من مرحلة ان انا بكتب لنفسي الى مرحلة ان انا اكتب للناس. ما شاء الله. انا عاوز بصراحة مباشرة، انا قريت يمكن المقدمة عن سيادتك بما فيها ترتيب حصولك على الشهادات الأدبية الطبية والأدبية، ولكن الحقيقة انا عاوز اتكلم بقى عن بدايتك. انا قدامي كتاب عودة من هناك، واللي شدني الحقيقه الاهداء اللي انت عامله لزوجة سيادتك المرحومه مدام نرمين. أيوة. وانت عامله لي اهداء ليه؟ وهل انت عملت الكتاب ده بعد وفاتها ولا اثناء وجودها؟ وايه الهدف منه من الكتاب ده وقصته ايه؟ شفت الاسئله دي كلها؟ جاوب لي عليها. لا الحقيقه انا كتبت الروايه دي اثناء حياتها، وما كانش في اي يعني دواعي او يعني ارهاصات لان هي ممكن تكون عيانه او مريضه او كده، فكتبته. بس انا كنت بكتب سرا الحقيقه يعني. لحد ما في يوم من الايام قررت ان انا اصارح الناس المقربين ليا ان انا بكتب يعني. فلما كتبت وجت قالت له الاهداء، قلت لها انا هديها ليكي لانك انت مثال للمراه اللي انا شفتها في الكتاب ده. هي كانت قوية، امرأة قوية الحقيقة يعني. امرأة قوية، ولكن ثواني يعني دعني أقرأ مقدمة الكتاب اللي هي العودة من هناك. أضيئت في عقلي لمبة حمراء، هذه المرة بقوة 1,000,000 واط، أشعلت حولها كل حواسي واستنفرت كل قواي. لست أدري أي شيطان رجيم أضاء في عقلي هذه الفكرة، بل أن الشيطان الرجيم نفسه ربما لم يفكر فيها من قبل. إيه فحوى الكتاب ده؟ وما احتواه من افكار يعني الشيطان نفسه ما فكرش فيها. كلمني عنه. طيب هو الحقيقه ان الموضوع باختصار ان بطله الروايه هي إن يعني امراه بتعاني من قسوه المجتمع الذكوري اللي حواليها، وبتدفع ضريبه حاجتين هي موجوده عندها. الضريبه الاولانيه متفوقه في كل حاجه في حياتها، والضريبه الثانيه انها انثى في مجتمع ذكوري. ففي يوم من الايام هي من غير لما احرق الاحداث يعني هي اتوجدت في مجال ان هي الناس كلها تصورت انها توفت. كل الملابسات قالت انها توفت. فهي بدل ما هي تروح وتنبسط تقول للناس لا انا لسه عايشه، قالت لا دي فرصه جيده ان انا ابدا من جديد، ابدا حياه جديده بكينونه جديده واسم جديد ووظيفه جديده، واحاول ان انا اصلح كل الحاجات السلبيه اللي انا شفتها في حياتي. وفعلا عملت الموضوع ده ونجحت في ده ولا ما نجحت في ده، لكن في النهايه طبعا لقت ان مش معقول الواحد يستمر في الكذبه دي، لكن قدرت انها بالتجربه دي انها تفهم حاجات كتيره ما كانتش فاهماها في حياتها الاولانيه. التركيب المعنوي والنفسي للشخص بغض النظر ذكرياته وتاريخه وحياته وعقيدته وقناعاته ملهاش علاقه بالشكل الخارجي، يعني كل ده موجود داخليا جواك، ودائما البدايات بتؤدي لنفس النهايات. لا هي بدايتها كانت يعني واثقه في المجتمع زياده عن اللزوم، وفاكره ان الحياه يعني كريمه جدا معانا،
لما مرت بالتجربه دي لقت ان لا، ان المفروض ان انا اكون اخبث من كده شويه. ما ينفعش ان انا اكون بهذه الطيبه والسذاجه. امرأة مكافحة عانت كثيرا من عدم التقدير والنكران والاستغلال، أتيحت لها فرصة ذهبية للتخلص من حياتها القديمة بهوية جديدة ومظهر جديد وكينونة مختلفة. تحاول أن تبدأ من جديد وألا تكرر الأخطاء، ونراها تنتقل إلى عالم أفضل يقدر تميزها. فهل تنجح التجربة؟ ده التساؤل اللي انت حضرتك عملته في المقدمة. ايوه. من وجهة نظرك نجحت المقدمة أم لم تنجح؟ نجحت. نجحت ازاي؟ إذا كان نجحت. في كل حياة وليها مشاكلها. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بالظبط. يعني لازم تكون في مشاكل، وإن كانت من نوعية تانية، وإن كانت بأسلوب تاني. صح يا فندم؟ صح. وبالتالي الكمال لله وحده. صح. تمام. بيتوقف على رضا الشخص وقبوله لمشاكله وقدرته للتعامل معها. كلمني في فلسفة ده في الكتاب. انت الحقيقه اوحيت لي بالاجابه في الكلمه الاخرانيه، انها هي توحي له بقبوله. هي كانت قابله حاجات، لكن ما كانتش حاجات المفروض انها تقبلها. ليه تقبل زوج مستغل وزوج غير مقدر لقيمتها؟ هو دي التجربه الجديده اللي خلتها تقدر انها تشوف ان في رجال اخرين اكثر يعني تميزا واكثر تقديرا لدور المراه. فقدرت انها تعرف الفرق بين هذا الزوج وبين رجال تانيين، فحبت ان هي تصلح الامور دي. فهي نجحت فعلا بالحياه الجديده والكينونه الجديده، انها تلاقي ناس جديده بفكر جديد وتقدر تصلح اللي كان موجود عندها. ما قدرتش، لكن في برضه حاجات تانية. نعم. لكن برضه في عقبات تانية جدا. اكيد في عقبات تانية، لان هي مثلا من ضمن من التقط بيهم كان شاب صغير اصغر منها سنا. حست بناحيته بشيء من العاطفه، ولكن حست ان الحياه مش ممكن تديها هذا، لان ما ينفعش، هي سنها اكبر منه. فدي المشاكل اللي بتواجهنا بالكينونه الجديده بتاعتها. الكينونه الجديده بتاعتها خلتها تلتقي بشاب اصغر منها، لكن ما تقدرش تكمل. دي حقيقة. دكتور، كلمني عن تسلسل خروج الكتب وهي بتمثل لك إرهاصات ناتجة عن وحي أو حاجة ألهمت بيه عشان تكتب هذه القصة أو الرواية. كلمني عن محركات الخيال عندك وإيه اللي بيدعو. يعني مش شرط في عودة من هناك، بشرط في أي حاجة. لا، مش شرط في عودة من هناك، في كل كتبك في البداية. تمام. هو ترتيبهم إيه فندم في الخروج؟ الحقيقة أنا ابتديت، أنا كنت الحقيقة بعمل في السعودية، وكان ده بيتيح لي وقت كويس لحد ما أنا أتفرغ شوية لهواياتي. فبدأت برواية حسيت ان انا هجمع فيها شيء من الحقيقة، من حقيقة حياتي يعني، وفي نفس الوقت مع شيء من الخيال. فعملت رواية اسمها البحث عن أحياء، عن يعني فكرة بسيطة جدا عن راجل في سن يعني كبيرة، زوجته بتتوفى، فبيجد نفسه ان هو مش لاقي حد يعني يكلمه عن ذكرياته، لان كل اللي حواليه بحكم انه تقدم في السن كل اللي حواليه توفوا. فقعد يبحث في ذاكرته مين اللي ممكن يكون من الناس اللي انا شاركتهم ذكرياتهم، ممكن يكون من الاحياء دلوقتي. فعشان كده اسمها البحث عن احياء. فسافر فعلا لحد ما لقى ارمله صديق له، وقدر من خلالها انه يبني حياه جديده بقى، ذكريات جديده بناس جديده. فكره رائعه. وده حصل في الواقع؟ حصل في الواقع. انا يعني استلهمت الفكره من بنسيون كنت بقيم فيه اثناء دراستي للزماله في انجلترا، في ايرلندا بالذات. فكان البنسيون ده كان ظريف جدا وبيجمع شخصيات جميله، فانا حبيت ان انا ارجع الذكريات دي تاني بس بشخصيات خياليه مش من الحقيقه. يعني معظم كتب او كل، اقدر اقول معظم او كل كتب حضرتك او اصداراتك كلها نبع عن ملمسه في تجارب شخصيه. ملمسه في تجارب شخصيه، وقد تجدني فيها في سطر او سطرين. لو انت تعرفني هتعرف. البحث عن حياة ده كان البداية؟ البحث كان أول حاجة سنة 2014. وبعدين جت دقائق بعد الثالثة. دقائق بعد الثالثة كانت بتتناول حدث مهم جدا. طبعا بعد فوات 9 سنين على صدور الرواية مش هخجل أو يعني مش هتردد إن أنا أقول إيه هو الحدث ده، اللي هو الحدث بتاع زلزال 92. وإزاي الزلزال ده يعني جمع ناس في حدث واحد، مجموعة من الناس في حدث واحد في وقت واحد، ومجموعة مختلفة جدا من الناس. وكانت ليه اخترت سنة 92 بالذات اللي هي سنة الزلزال، لأن هو ما كانش زلزال مادي بقدر ما كان فيه زلزال معنوي، لأنها كانت بداية أحداث كتيرة قوي في مصر بعد كده. ودي كانت البداية.
ايه نسجت خيال حوالين المعنى وخلال المكان، ايه طبيعه القصه او الروايه؟ طبيعه القصه والروايه ان انا كنت انا من سكان مصر الجديده، آه. وكنت ساكن في المنطقه اللي هي وقعت فيها العماره المشهوره. اكثر. بالظبط اكثر. انا مناهي كنت هليوبلس. تقريبا يعني بعدي الشارع الاقي في العماره دي، آه. فتخيلت مجموعه من الناس بهويات مختلفه، مم. باختلافات في الشخصيه، انها تكون مجموعه، وان كل دول منهم اللي لاقى مصرعه ومنهم اللي نجي. فطبعا المفارقات ان ده دخل في الثانيه اللي حصل فيها الزلزال، وده خرج في الثانيه اللي حصل فيها الزلزال، ده عاش وده مات. فدي كانت بالنسبه لي كانت يعني حدث كبير قوي، ممكن ان انا الخصه في حته ان بجمع الناس في حدث ومكان واحد. رائع، الفكره جميله، الفكره جميله. وخرجت منها بايه؟ بمعنى ايه؟ كانت النهايه ان انت خرجت كونكلوجن ايه، او ايه اللي انت خرجت بيه؟ ايه اللي انت عاوز تقوله في ده غير مجرد السرد العادي؟ انا ما كنتش الحقيقه عايز ان انا الفكره الفلسفيه نفسها ان انا تركتها بعد كده في روايه هبقى اكلم حضرتك عنها. فكره الانسان المخير والمسير. هو هنا برضو في طبعا فكره الانسان المخير والمسير، لكن انا كان القصد من الروايه دي هو ان سنه 92 كان في حاجات كتيره جدا. كان في المقاتل في حرب اكتوبر، كان في البنت الارستقراطيه اللي في نفس الوقت فوجئت بالواقع الجديد في مصر وبعيدا عن الارستقراطيه. فحبيت ان انا اجمعهم كلهم في مكان واحد، ونشوف في الاخر ايه اللي بيجمعهم. حدث الزلزال ده حصل ايه بقى في الزلزال ده، وكان مصير كل واحد منهم ايه. هو ده كان الشخصيات بقى ظهرت، التربيه ظهرت، يعني التربيه ظهرت في تربيه الاشخاص دول او العقيده طبعا هنلاقي ان الاخلاقيات. طبعا هنلاقي ان بطل حرب اكتوبر هو الشخص المثالي في كل المواقف اللي موجوده في بتاع. وبينما الشخصيه البنت الخجوله المتردده دي اللي هي مش قادره ان هي توائم ما بين خيالاتها وبين تطلعاتها، يعني وبين الواقع اللي هي عايشه فيه. فالحقيقه دي كانت فرصه جميله ان احنا بنعمل كذا شخصيه كلهم يتلاقوا في حدث واحد. هتكلمني عن رؤية فلسفية لأحد الكتب، كلمني عن هذه الرؤية التي وضعت. الحقيقة وهي الرواية دي. هي دي رواية اسمها الترجمان من يكتب السيناريو. هي اسمها مركب كده. هو الترجمان ان هي بتدور حوالين انسان بيشتغل مترجم. من يكتب السيناريو ده في شقين في الموضوع. هو صاحبنا ده استلهمت انا فكرته من ان في بعض الناس بتحلم كتير قوي، بتحلم احلام حقيقيه مش احلام يقظه يعني. واحلامها دي ممكن ساعات تكون مرتبطه بالواقع وساعات لا، وساعات تبقى خياليه او ساعات تبقى غريبه جدا. فهو البطل بتاعنا ده كان بيحلم احلام غريبه جدا، احيانا منها بيتحقق في الحقيقه. وفي نفس الوقت كان دايما يتساءل مين اللي بيكتب سيناريو احلامنا. وهو السؤال ده موجود الى حد كبير في كل الناس. ساعات الاحلام بتبقى غريبه جدا، مين اللي بيكتبها؟ مين اللي بيعملها؟ هل ده عقلنا الباطن هو اللي بيدور في نفسه وبيجيب الافكار دي، ولا هي دي بتبقى رؤى عليا من السماوات العلى، ولا ايه بالظبط؟ فهو دايما يتساءل دي. وفي نفس الوقت بعد كده ابتدى يتساءل مين اللي بيكتب سيناريو حياتنا، لان هو حصلت له حاجات اختلفت فيها مثلا من ثانيه لثانيه. ان هو التقى بواحده كان ممكن ما يلتقيش بيها، الواحده دي غيرت حياته 180 درجه. فهو بيحسب بيقول يعني لو كنت انا ما ركبتش اتوبيس 500 ده وكنت ركبت الاتوبيس اللي بعده، ما كنتش قابلت فلانه الفلانيه، ما كنتش بقيت اللي انا فيه دلوقتي. فدايما كان قاعد بيتساءل طول الروايه، بيتساءل عن الموضوع ده. دخلنا بقى بعد كده في مواضيع تانية، الامم ازاي بتتغير حياتها لفت نظري موضوع الاحلام. هي والاحلام دي مين بيكونها،
خاصة الواحد يعني في أصل ليها أساليب كتير، ممكن واحد ممكن يشوف حلم بيتحقق شخصيا، وهل كل الأحلام زي بعضها، والفرق بين الحلم والرؤية موضوع كبير. موضوع كبير قوي. عشان كده اه كل الناس لما قرأت الروايه وبقوا يناقشوني في الحفلات التوقيع يقول لي طيب وانت عرفت مين؟ قلت له انا ما عرفتش. انا أنا ماليش دعوة. انا الى الان ببحث. أي. الى أنا الان بطرح ببحث أسئلة وتساؤلات، وابحثوا أنتوا بقى. اه بالظبط أنا كده. بثير وظيفه الكاتب بثير ان هو الفضول. ينبه بس يعني. ايوه ايوه تمام. من احلى الروايات اللي حضرتك كتبتها، من احلى القصص اللي انت يعني ايه المفضله بالنسبه لك، ايه في كل كتاباتك؟ المفضله بالنسبه لي كشخصيه، الشخصيه اللي حبيتها وانا بكتبها مم. هي شخصيه فردوس في عوده من هناك. اه حسيت ان الشخصيه دي فيها كثير مني يعني، وفي نفس الوقت كثير من التعاطف معها. لكن يمكن من اجمل الروايات اللي انا حبيتها واللي كانت علامه فارقه اعتقد حتى بالنسبه للقارئ كانت هي الترجمان من يكتب السيناريو. ليه عبرت عن شخصك اللي انت لقيت نفسك فيها في بطله وليس بطل؟ من ناحيه الاحساس بالرغبه، دايما جات لي البدايات. مم. يعني ليه استمر بنفس الطريقه؟ هي دي كانت التشابه اللي بين الشخصيتين. مم. يعني ليه انا افضل نفسه اللي بيصحى الصبح هو حتى هي في البدايه خالص بتقول هل جربته بالاحساس ده انك تصحى تبص في المرايه تلاقي نفس الشخص؟ مم. فانا كان دايما بيجي لي الاحساس ده، هو انا كل يوم هشوف الشخص ده؟ مم. ما ينفعش اشوف حاجه تانية، منظر جديد، شكل جديد. مم. فده كان التشابه الحقيقه بين الشخصيتين. هوايتك ايه؟ صيد السمك مثلا؟ لا. آه. انا هواياتي الاولى القراءه، ثانيا السينما والدراما. الدبوس اللي حضرتك حاطه سنارة سمك. ده لان والدي الله يرحمه فانا قلت اكيد ليه كان ارتباط بيعمل عندك. في مجال الشركه المصريه لصيد الاسماك، اه وكان ده الشعار بتاعهم. فانا خدته وما زلت، والدي متوفي من 30 سنه، مم. لكن انا دايما بلبس بتحبه، ها؟ ومميز ومختلف الحقيقه، يعني فعلا حاجه عمري ما مميزه قلعته جدا. الحقيقه. ما عمرك ما قلعته؟ عمري ما قلعته. الوالد بيمثل لك ايه بقى يا فندم ده شيء كبير. ده سؤال بيفرض نفسه يعني. طبعا شيء كبير في بناء التكوين الشخصي لحضرتك والشخصيه. بدايه التكوين انه يعني اكتر واحد كان يعني مم. مؤمن بيا، او مش مؤمن بيا ان انا حاجه كبيره، مؤمن بيا ان يعني خليك ورا الراجل ده، الراجل ده ممكن يكون حاجه، ممكن يكون كويس. الناس التانية كانت عادي بالنسبه لها يعني، لكن هو الحقيقه كان دايما باصص لي على ان انا يعني انت مميز، ممكن تكون احسن من كده. مهنيا ولا علميا ولا ادبيا؟ على مستوى اللي ادبيا انت متوقع تبقى متفوق في وعلميا علمك واخلاقيا. واخلاقيا كان كمان. دايما يقول لي انت لا تصلح لهذا الزمان. فعلا يقول لك كده. يعني الوالد مدرك ان انت طبيعه تكوين شخصيتك أيوه. واخلاقياتك قال لي انت تصلح. مش بتاع الزمن ده. بمعنى ايه يعني؟ دايما الرئيس يقول دايما احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. لا هو انا كنت مثالي شويه. طبعا الدنيا مثالي. تطورت بعد كده، ولكن وقتها ولما كان هو عايش كنت انا واخد الدنيا بطريقه مثاليه شويه. مختلف، ان كنت مثالي جدا مثالي. لغايه لما فقدت الظهر في الوالد. بالظبط بدات كده. بقى تواجه بنفسك الحياه بقى. لازم يقولوا تتخربش شويه، أيوة. تخربش شويه، صح كده؟ بالظبط كده. ظهر ده في كتبك في رواياتك؟ اكيد. ظهر ده في ردود الافعال في المواقف الموجوده اثناء الروايه؟ طبعا. وفي روايات لسه ما اتنشرتش. انا كاتب فيها عن تجربه ان شخص ضل في الطريق، لانه كان دايما بيبص لراي والده انه راي استشاري يعني، مش انت تقول رايك وانا ماليش دعوه بيك يعني. فكانت النتيجه الفشل الذريع يعني. رايه غير ملزم. رايه غير ملزم. ايوه ايوه. وده فعلا فشل ذريع لغايه لما ادرك قيمه نصيحه كلنا بقى الحقيقه بعد لما بنكبر وبيبقى لنا بتدرك ده. بندرك الحقيقه بعد فوات الاوان. حتى دايما اقول لابني يعني اقول له خد مني اليومين دول، بعد كده مش هتلاقيني. بالظبط كده. وكلنا بنقول للابناء نفس الكلام. بالظبط، مش هتلاقيني بعد كده، فحاول تستفيد يعني. دايما. هل تعتقد ان في فجوه الى اي مدى تفتكر سيادتك ان التقدم التكنولوجي الهائل جدا قد يكون نعمه ولا نقمه على التواصل ما بين الاجيال؟ انا ما بتكلمش على بناء جيل، على التواصل ما بين الاجيال. علاقتك بابناء سيادتك في ظل التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي، انت الذكاء الصناعي قادر انه يعمل لك روايه. انت تكتب لي روايه مثلا من 1000 صفحه ولا من 50 صفحه ولا 100 صفحه تتناول قصه حياه امراه، تتناول مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، في لا زمن بيتعمل ده. صح الكلام ده؟ صح طبعا. ده خطر على الابداع يا فندم. طبعا. وانا هلخص لحضرتك الكلام ده في جمله واحده، يعني هي قد تكون صادمه شويه، ان انا ابنائي لا يقرؤون لي.
لا يقرؤون لك. يمكن في ليا بنت قرت لي روايه مره كده مضطره يعني واعجبت بيها، لكن حاولت ان انا اخليها تكرر الموضوع ده. اديهم اي دافع يا فندم، دافع مادي، دافع معنوي، يعني حاول تخليهم يعني. لا، هو التون او تردد الموجه يبدو ان احنا مختلفين شويه خالص. بس مع ذلك ده لا يمنع ان في شباب صغير جدا وقروا لي وانبسطوا. فدول برضه بيبقى لهم تكوين خاص، لكن الاغلبيه الوتيره. عشان كده حضرتك تلاقي دايما تبص تلاقي انا لما باجي اتفرج على التلفزيون او السينمات العالميه ولا حاجه الاقي معظم الافلام ابتدت تتجه ناحيه الخيال العلمي الواسع زياده عن اللزوم. انا لما بتفرج عليه ما بنبسطش، بينما ابص الاقي واحد من جيل اصغر مبسوط قوي ومنبهر جدا يعني. لانه فاهم اللي جواه ايه. بالظبط، فاهم اللي جواه ايه، بالنسبه لنا مفرداته مش بتاعتنا. بالظبط. وبعدين الحياه بقت اسرع من كده. يعني يمكن واحد يشوف في الروايه دي، برغم ان انا اعتقد ان انا اسلوبي سريع، لكن في ناس يقول لك لا هيكلمنا بقى عن الروايات بتاعت زمان والقصص والحكايات، لا احنا عايزين حاجه بقى افاتار وكده يعني. طب انا هقول لسيادتك حاجه. اتفضل. في كاتب قصه وفي كاتب سيناريو وحوار. ليه الافلام الامريكيه في روايات مكتوبه من 70 و80 سنه لما بيعاد انتاجها سينمائيا او دراميا دلوقتي بتلقى قبول قوي جدا، بسبب ان السيناريو والحوار اللي كتبت بيه تتناسب مع هذا العصر ومع المتلقي في هذا العصر. فكرت انك تعمل كتاب من كتاب مثلا دراما او سينما او حتى مسرح، طبعا مش انت اللي هتعمله، هيكون في كاتب سيناريو وحوار هو اللي هيعيد صياغه مفردات هذه الروايه. والله انا لا اخفيك سرا ان انا كتبت سيناريو لاحدى رواياتي. فعلا؟ طبعا. كتبته طبعا. حبيبي بأنهي لغه؟ استهدفت مين؟ كان مين في مخيلتك قاعد قدامك هيسمع ويتلقى كلامك؟ استهدفت اللي انا بقول لحضرتك ايه اللي هو فرق السرعه. لا ما استهدفت، لا الفكره نفسها ممكن ما تهمهمش، انها بتبقى دايما الماضي وتاريخ مصر والحديث والحاجات دي كلها يمكن ما تستويهمش. ما تقعد تكلمهم عن سعد زغلول يقول لك انا مالي يعني. جمال عبد الناصر بالكاد يعرفونه يعني. فطبعا للاسف الشديد ابني بيسالني في الوعي والثقافه حضرتك، ده تاريخ شعب وامه. بالظبط كده. للاسف مين ازاي طب ليه كان كله كويس ولا وحش، وبيسمع بقى من التواصل حاجات غريبه طبعا بيكون. فانا لما كتبت لما حاولت اكتب سيناريو حاولت بس ان انا اخد حته ان اذا كان الشباب الحديث او الناس عامه بقت تحب السرعه. حتى لو تلاحظ حضرتك هتلاقي معظم المسلسلات دلوقتي بقى فيها سرعه، ما بقاش فيه التطويل والمط بتاع زمان. فحاولت ان انا اعمل هذا الكلام في كتابه السيناريو، وكنت مصمم ان انا اعمل السيناريو دي ما حدش تاني يعملها، لان انا عشت الفتره اللي انا بكتب فيها، فكنت متخيل تماما وانا بكتب شكل الاوضه بتاعت الشاب ده ايه، شكل العربيه ايه، الفسح كان شكلها ازاي. فكنت كتبته الحقيقه بتمعن يعني. الفرق بين المسالك البوليه والمسالك الدراميه من وجهه نظرك يا دكتور؟ يعني انت دمجت المسالك بشكل غير مسبوق الحقيقه يعني ما شاء الله. يعني المسالك الحياتيه، وده كان بالتاكيد قد يكون في نوع من الفن. الدكتور الفنان، المعالج الفنان اللي عنده القدره على الاحساس الادبي الذاق، يعني بيتعامل حتى في مهنته العمليه جدا بشكل اتصور ان هو في نوع من الانسانيه والرقي، اكتر من الدكتور اللي هو حافظ وبيسمع، اكتر من الدكتور انت عندك وقت بتبحث بتعمل دراسات، ابحاث حديثه، بتطلع على المجلات العلميه، بتطلع على احدث تكنولوجيا الطب في او الجراحه في المسالك البوليه مثلا او غيرها. انا اعتقد ان انا الحمد لله الشيء اللي وفقت فيه ان في ناس كتير قوي يعني تخلت عن المهنه الاساسيه في سبيل الهوايه. لا انا مسكت العصايه من النص جامد قوي، يعني عمري ما سبت الطب لان انا مؤمن بيه تماما كمهنه، وما زلت الى الان بقرا وبستوعب وبشوف الجديد وبختلط مع الاجيال الجديده واسمع منهم واشوفهم، وفي نفس الوقت حياتي الادبيه بحاول ان انا برضو اطلع على كل الجديد، من اول الكاتب مبتدئ في حته بيديني كتاب اقراه الى الفائزين بالجوائز البوكر وغيره يعني. ما شاء الله. سعدت جدا بلقائك، يعني حاله جميله متفرده الحقيقه وعبقريه، يعني لانك انتاج غزير الحقيقه يا دكتور في الانتاج الادبي، وارجوك استمر وما يهمكش موضوع عدم الفهم، في حاجات هتتفهم بعدين ومع الوقت، والله هيجي الوقت اللي هنرجع ليه. يعني الكلثوميات والحان
بليغ حمدي والقديم ده كله هو اللي باقي. بالظبط. يعني هو ده اللي باقي حضرتك، اللي هم في الاخر بيجي بيسمعوا اغنيه لعبد الحليم دلوقتي او لام كلثوم بيصدموا من روعه الاداء اللحن والجمل اللحنيه. بيقول لك ازاي ده كان بيتم في الوقت الزمان ده، ازاي ده انتوا متخلفين، انتوا قدام قوي واخد بالك. لكن لما ده جمله لحنيه واحده من الحان بليغ حمدي قادره على انها تقوم اغنيه كامله. في الف ليله وليله، باغنيه الف ليله وليله في الديسكوهات العالميه تلاقيها مثلا موجودة. بتوزيع حديث، لكن اللحن الاساسي موجود طبعا. بغض النظر عن الايقاع واللي وراه. سعدت جدا بلقائك الكاتب الراوي والروائي الدكتور حازم الشاذلي. بشكرك جدا يا فندم على ابداعك الجميل، وارجوك استمر في انتظار الجديد، وبنصح سيادتك ان تحاول الحاجات دي لدراما بشكل او باخر. انا شاكر ليك، وان شاء الله هنحاول باذن الله. تحياتي يا دكتور، والف الف شكر يا فندم. الف سلامه. ربنا يحفظك. مشاهدينا، قيمه جميله محترمه الحقيقه، ويمكن مختلفه جدا لانه مبدع في المجالين، في المجال على المستوى العملي او المستوى الهوايه بتاعته، اللي انا برضو مصر انها هوايه حتى وقتنا هذا، لان الحقيقه هو مبدع جدا، بيعمل افكاره وبيعمل كتبه ورواياته بشكل حر مطلق تماما، بدون قواعد او تقيد باي حاجه، خواطر بتوضع على الورق وفي الاخر بتنقل الى اجيال الحقيقه. انا بشكركم على حسن المتابعه لفنجان قهوه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم.